والبالي يعني ايه؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه. يعني ايه؟ يعني البنت مش غلطانة. ومين يشهد لها غيرك انت؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ اسمع يا محمود، انا فكرت كتير في الموضوع ده واخدت قرار. قرار؟ البنت دي لازم تسيب البيت حالا، يا انا يا هي. انت بتقولي ايه يا نهى؟ هو ده قراري النهائي. يا نهى انا قلت لك قبل كده مش معقول تحط نفسك في مقارنة معاها. من فضلك يا محمود، انا مش مقتنعة بالكلام ده، وانت اللي في ايدك الحل والتصرف دلوقتي. ايوه بس انت كده بتحطيني في موقف وحش جدا. شفت؟ يعني انا عندي حق. طب ازاي بتقولي ما تحطيش نفسك في مقارنة معاها وانت شخصيا حطيتني في المقارنة دي؟ بدليل انك محتار بيني وبينها. لو كان صحيح مفيش مقارنة كنت على طول ومن غير تفكير تنفذ لي طلبي وتطردها. اطردها من غير ما تعمل لك او تعمل لي حاجة؟ اطردها من غير اي اساءة؟ ساعتها انها غيظاني مضايقاني يا اهو اخي. ده كلام مش معقول. افرض انه مش معقول، نفذ لي رغبتي. ما يهمكش انك تنفذ لي رغبتي؟ انا مستعد انفذ لك كل رغباتك وطلباتك، بس شرط الوحيد اني اكون مقتنع. وكل الاسباب دي ما تخليكش تقتنع؟ كل الاسباب؟ هو في اسباب خالص؟ محمود، انا هبقى مراتك ومن حقي اغير عليك. تغيري على مين؟ عليا من مين يا نهى؟ من اي حد، حتى لو كانت الشغاله. شوفي انت بتقولي ايه. لا لا يا نهى ارجوك تهدي. مش ههدى الا اذا نفذت لي طلبي. اللي بتطلبيه ده خطير. خطير انك تطردها؟ مش مسألة اطردها. معنى طلبك ده ان كل كبيرة وصغيرة نواجهها هتحطي لي فيها عقدة وتقولي لي يا كده يا بلاش. وللسبب ده بقول لك ان اللي بتطلبيه ده مبدأ خطير. الحياة مش اتفاق على طول يا نهى. ياما هتقابلنا مشاكل وياما هنختلف في الرأي. مش معقول ابدا يكون حلك للامور انك تخيريني، يا اما انفذ لك طلبك يا كل واحد يروح لحاله. ما افتكرش ان دي تبقى حياة مستقرة. سيبك من الكلام ده، انا عايزه اسمع منك كلمه دلوقتي. يعني مصممة على طريقة التهديد؟ ليه بتعتبره تهديد؟ طب تسميه انت اي تسمية تانية. انا مش هسميه، ومش هتنازل عن طلبي. اسف يا نهى، مش هقدر انفذ لك طلبك. انا كنت متاكده من كده. عن اذنك انا ماشيه. طب اسمحي لي اوصلك. لا، متشكره جدا. هي الهانم مشيت لوحديها يا بيه؟ ايوه مشيت. مش كنتوا خارجين سوا يا بيه؟ لا لقيت نفسي تعبان شويه، مش هقدر اخرج الليله دي. احسن يا بيه. لا مؤاخذة، قصدي سلامتك يا بيه. اعمل لحضرتك حاجة سخنة تشربها؟ لا متشكر. نعمت، سيبيني شويه دلوقتي معلش. حاضر يا فندم. نعمت. ايوه يا فندم. آه، ولا بلاش. روحي انت. حاضر حاضر يا بيه. المكواجي جاب المكوى يا نعمت. عايزين. اسكت اسكت، ما تعملش دوشة يا عم عبده، البيت تعبان شوية. تعالى تعالى. هات لي كل الاوراق اللي عايزه تخلص اكملها لك في البيت يا كريم. حاضر. مالك يا محمود بيه؟ لا ابدا، ما فيش حاجه. مفيش حاجة ازاي؟ بقالك يومين كده مش طبيعي، مكشر وبتدخن كتير، واضح انك متضايق. ابدا يا كريم، يعني يمكن يكون الحر هو اللي مضايقني. يمكن. وزي نهى هانم؟ م? لا بخير. بخير. انا همشي. طيب، تحب اجي اقعد معاك نخلص الشغل في البيت؟ لا لا لا، مفيش داعي يا كريم، اصل يمكن انام والصبح اقوم اخلص كل الاوراق. طب يا بيه اللي تشوفه. تصبح على خير. وانت من اهله. مع السلامة. عصير ليمون يا بيه. انا ما طلبتش عصير ليمون. وماله يا بيه؟ الليمون كويس يروق الدم. مين قالك ان دمي مش رايق؟ ربنا ما يعكرش دمك ابدا. بس انا شايفه حضرتك الايام دي كده مشغول. يمكن في حاجه في الشغل يا بيه مضايقك؟ لا 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 ابدا لا. طب فيه. ارجوك يا نعمت، خلاص بقى اتفضلي انت. حاضر يا بيه. فيه ايه يا ربي؟ اول مره يشخط فيا كده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا عبدو. امال فين نعمت؟ بتحضر الفطار لحضرتك يا سعاده البيه. انا هنا يا بيه. صباح الخير. صباح الخير يا نعمت. على الله حضرتك تكون نمت كويس. هو ايه الحكايه؟ حكايه ايه يا بيه؟ انتوا شايفين عليا حاجه غريبه؟ مالك نمت كويس؟ لا ابدا يا فندم، مفيش حاجه. اتفضل الفطار. هاتيلي الشاي، انا مش عايز افطر. حاضر. روح انت يا عبد، واقف كده ليه؟ حاضر يا نعمت. الشاي يا بيه. شكر. فين الجرايد؟ الجرايدة هي يا بيه. عايزه حاجه؟ عايزة سلامتك يا بيه. ايه في ايه؟ بس
الظاهر حضرتك نسيت الدبلة دي في الحمام. الدبله؟ طيب، لا